السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم هذا الفيديو صحه جيده يا رب. فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد المكمل اللي هو مكمل غذائي طبيعي، اللي هو مخمر الكرومب او لا مخمر المكور او الملفوف، كل واحد واش كيسميه. كناخذ هكا المكور كنغسلوه كما كتعرفوا. نغسلوه مزيان، اما بالحامض والماء او الخل او الملحه. المهم خاص يتصل مزيان، راكم عارفين. صافي كنقطعوا على هذا الشكل هذا، قطعته هكا طويل. المهم هذا الفيديو هذا بديتو لكم هكا مباشره. صافي من بعد ما كنقطعوه، المهم راه المكور فيه هذا اللون وفيه هذاك اللون الاخر الموفي. اللي بغى يستعمل هذا يستعملو، اللي بغى يستعمل داك الموفي كنستعمل داك الموفي. انا عندي هذا هذا، ولكن غندير معه واحد المكون اللي غيخليه يولي موفي او الاحمر. هذا المخمر هذا مزيان للناس اللي عندهم السكر، كيهبط نسبه السكر في الدم. ولكن انا هذا الموضوع ما غاديش نهضر فيه بزاف، لانني ماشي طبيبه ولا اخصائيه الحميه ولا اخصائيه السكر. المهم مثلا الناس اللي فيهم هكا السكر يدخلوا يبحثوا على هذا المخمر هذا، راه مزيان للناس اللي عندهم السكر وغيفهموا اكثر. المهم الا دخلوا بحثوا في الفيديوهات اللي كيهضروا هكا على المخمر غيفهموا اكثر. صافي قطعت المخمر، درت معاه حبوب القزبره، حبوب الابزار، ونسمته بشويه ديال الكمون، ودرت معاه المعلقه ديال الملحه، ودرت 2 حبات ديال الكركديه. المهم انا راه مشات ليا السميه، قطعت المونتاج حتى تفكرت عاد كملت المونتاج. المهم دوك الطريفات اولا دوك القطع اللي كيبانوا لكم كحلين راه ديال الكركديه، هو اللي كيعطي هذا اللون هذا. وانا هذا المخمر راه درته في النهار، وزعما كون خليته هكا شي 3 ايام ولا 4 ايام نوريكم هكا النتيجه النهائيه. انا درت المخمر في النهار ودرت المونتاج في النهار. المهم غتشوفوا هكا واحد شويه كيجي بحال هكا كيطلق فيه داك اللون. منها يطلق داك اللون، وفي نفس الوقت كنستعمل من المنافع اللي كاينه في الكركديه. صافي بالنسبه للناس اللي كيقولوا راه كنكثروا الملح في المخمر، راه المخمر راه ما كناكلوهش بوحدو اولا كنستهلكوا منه كميه كبيره. راه مثلا كنديروا الشلاضه ديال 4 ديال الاشخاص، كنديروا معلقه كبيره. الله يجعل شي بركه. صافي وما كنديروا مازال مع الشلاضه لا الملحه لا الحامض لا حتى حاجه. ديك المعلقه ديال المخمر وزيت الزيتون، الله يجعل شي بركه، راه هو مالح وصافي. المهم ما كنزيدوا حتى حاجه مع الشلاضه. وهذا المخمر هذا راه مزيان هكا الناس اللي عندهم القولون، مزيان الناس اللي عندهم فقر الدم، الناس اللي عندهم عدم الامتصاص. وغيقولوا لي الناس راه ملفوف كيدير لينا عسر في الهضم، كيدير عسر في الهضم بالنسبه للناس اللي عندهم هكا هاش الامعاء، ولكن كياكلوه خضر ني ماشي مخمر. اما بالنسبه للمخمر راه بالعكس، راه مزيان للناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. صافي من بعد ما كنعمر هكا القرعه ديالي، كنحاول هكا نضغط عليها بشي معلقه ديال العود باش داك الماء اللي فيه يطلع هكا الفوق. وملي كنديروا ليه الملحه راه ما كنخليوه هكا 1 ساعه ساعتين. المهم كل ما خليتوه واحد المده راه كيطلق الماء ديالو، ديك الملحه حتى هي كتذوب. راه ما كنزيدوا معاه لا الماء لا حتى حاجه، حيت كاين الفرق بين المخلل وكاين الفرق بين المخمر. هذا راه مخمر، اما المخللات راه كنديروا معاهم الماء. هذاك راه غير الماء ديالو، طلق الماء ديالو، ديك الملحه حتى هي دابت. صافي كنبقاو نديروا هذه العمليه هذه، كنوركم باش داك الماء يطلع الفوق وما يخسرش، باش داك الماء يحافظ عليه. كنديروا معاه شويه ديال زيت الزيتون هكا من الفوق. صافي وكنخليو مده 10 ايام ولا المهم داكشي اللي بغينا كنخليوه المده اللي بغينا. صافي وكنستهلكوه. وهذا المخمر هذا راه فيه الفيتامينات، فيه فيتامين سي وفيه فيتامين ك. المهم انا راه كما قلت لكم ماشي طبيبه، المهم هادشي راه تعلمناه غير هكا من الاخصائيين ديالنا. الصراحه ما كنحملش نقطع هكا المونتاج، ولكن جات بنتي من المدرسه كنضطر انني نقطع ونكمل معكم الهضره. قلت لكم هذا المخمر هذا راه مزيان حتى مزيان هكا الناس اللي عندهم عدم الامتصاص، وكيعزز هكا البكتيريا النافعه اللي في الامعاء ديالنا.
صافي. المهم راه شفتوا المخمر اللي درت معكم، هادو حتى هذا يلاه درتو، هذا مخمر فيه جميع الخضر. من بين المخمر اللي كيعجبني انا الصراحه هو هذا، فيه الخضر ديال الموسم كاملين، فيه البسباس، فيه المكور، فيه الشيفلور، فيه اللفت بانواع ديالو، فيه الجزر، فيه المهم فيه جميع الخضر. الصراحه كيعجبني هذاك، وان شاء الله راه مازال غنزيد فيهم ان شاء الله رمضان الا حيانا الله. دابا راه درت غير هاد الكميه هادو ديال الباربه، كنت درتو هكا في الموسم ديال الباربه. وباقي عندي، بغيت غير نقول لكم هكا واحد الفكره. هذه ديال اللوبيا مثلا، الناس اللي الا بغيتو ديروا هكا ماشي مخمر، مخلل مثلا ديال الجزر او اللفت، وعندكم هذا الماء ديال الباربه اللي درتو اللي خللته، عوض ما ديروا الماء عادي والملحه كتخلوه بداك الماء ديال الباربه. الصراحه كيعطي فيه داك اللون بحال اللفت والجزر، كيولي حمر. المهم انا فايت ليا درت ديك الطريقه الصراحه وعجبتني وصافي، وغير بغيت نشاركها معكم وصافي. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم. ما تنسوناش من الدعاء، احبكم في الله.